عندك اللي احسن منه. الاستاذ فوقش الدكتور فهد النمر. ايه ده؟ هو جاي من الغابة على هنا على طول ولا ايه؟ دكتورة صافي ما قلتليش كنتي عاوزاني في ايه بالظبط؟ دكتور يعني احنا عندنا ناس مزنوقين في فيل. على فكرة دي مشكلة عويصة جدا وعملية صعبة جدا ان احنا نطلع الناس دول من جوه الفيل. جوه الفيل ده ايه العسل اللي انت فيه دوت؟ تصدق انا بقى مش هرد عليك، رد انت عليه. هو فوقش قصده انه يعني في ناس عايزين يشتروا فيل. ده باين عليه عدم البهايم بتاعته ولا ايه؟ على فكرة الموضوع ده هيتكلف كتير. ايوه يعني طلبنا عندك لخص. طبعا موجود بس تمنه حوالي 100,000 جنيه. ليه يا عم انت وانا هشتري اوتوموبيل على الزيرو ولا ايه؟ ده انا بايع واحد ب 500 جنيه. برضه؟ لا هو فوقش يعني يقصد انك تعمل له ديسكاونت. نو دكتورة صافي من فضلك ما تحرجينيش، انت عارفه الحاجات دي مفيش في سعرها فصال ابدا. طب انا عندي فكرة. قولي يا انست. ايه رأيك بقى نعمل تزاوج بين فيل وفيلة وناخد المولود الجديد البيبي بتاعهم؟ واو تزاوج وياخدوا المولود، والله ممكن. بس على فكرة انا ما عنديش غير الفيل الذكر، ما عنديش انثى دلوقتي. ليه يا عم انت ما عندكش انثى ليه بقى؟ ليه ايه بس؟ ليه ايه؟ هي المسألة سهلة كده ولا ايه؟ احنا على ما بنجيب الافيال من الهند بنسرقها من هناك، على بتتشحن من هناك وبعدين تجي لنا هنا. تسرقوها؟ يا حرامية يا جزم. لا لو سمحت انا ما بحبش التجاوز في الحوار لو سمحت. ثم تعالى هنا، انت ليك فيل ولا بحلقة؟ معلش يا فوقش معلش، احنا ما قدامناش غير كده. ايوه بس كده هو ده هيبقى اب غير شرعي. يا سلام خلاص يا اخويا ما تزعلش قوي كده، نكتب لهم ورقة جواز عرف. طب ماشي اذا كان كده ماشي. شوف يا استاذ فوقش، عشان خاطر العشرة الطويلة اللي بيني وبين الدكتورة صافي وعيلتها، انا هجيب لك حمادة فلافيلو الليلة ب100 جنيه، بس شرطي النقل عليك انت. بس الاول هتجيبوا الانثى منين؟ لا انسى الموضوع دون خالص، النتاية عليا انا اللي هجيب لك النتاية. ده انا كمان ممكن اشتغل معاك في الحيوانات بتاعتك وابيعها لك كلها، اصل الناس في سوق الحمير بيحبوا الحاجات دي قوي. فوقش ما توديني معاك مرة بليز، وديني معاك سوق الحمير. يا بنت احمدي يا بنت، ده احنا لو رحنا مع بعض مش هنرجع، دول حمير ياما. ما تلخص بقى، ما تلخص يا سنقر بقى في الليله اللي انت فيها دي بالبتاع اللي انت لابسه في رجلك دوت، ده بيدفي صدرك ده ولا ايه؟ فاهم كده؟ الكبير جالك لحد هنا. على عيني وراسي يا حيكة، بس الناس مأمنيني على حاجة، ينفع اخوني الامانة من اتجاهي ينفع، انما من اتجاه الامانة ما ينفعش. هتعمل لي شريف فجأة يا ده انت، وبعدين انت ازاي حارس يا ده انت؟ بتحرس الفيلة هنا ازاي؟ ده انت كبيرك تحرس الزلومة بتاعت الفيل وخلاص. احترم نفسك عشان ما اغلطش فيك بقى. ها ده انت حيالله بواب. بواب؟ انت بتعايرني يا فوقش؟ يا ده انجز بقى، انجز بقى في ليلتك ديا، ده جواز مصلحة وكل واحد هيروح لحاله. مصلحة؟ يعني متعة؟ يعني اقفش بالدولارات. بص يا فوقش، افرض نفيسة اتخضت من دخلة الفيل الغريب ده عليها وزاطت ومجت وعملت قلق وصحت السيرك، ايه موقفي؟ لا 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 لا، ما تخافش ما تخافش، لا هتزيط ولا هتشيط، انا خبير في المواضيع دي. وبعدين بقول لك على حاجه، ما تقلقش انا هبقى موجود معاهم جوه. مين الصف؟ دكتور بيطري. وانت بقى اللي هتكتم على نفسهم؟ ما تلخص بقى، لخص في ليلتك دي وقصر يالا. هيأثر ايه اكتر من كده بس؟ حلوة الملحوظة دي منك يا صافي، طول انت طول. بص يا فوقش، انا هتستر على الجريمة اللي انت عايز تعملها دي، بس بشرط تجيب لي الحبوب اللي قلت لك عليها. ياد ما تقلقش ياد، انت الدكتور واقف جنبك اهو، انا بقى هوصيه يجيب لك حبوب ايه من بتاعة الحصان. نعم حبوب ايه؟ بعدين هفهمك كل حاجة، بس يا دكتور اطلع انت بسرعة هات الفيلم العربية النص نقل، لحسن زمان العربية جابت مقصات دلوقتي. يا بت
بنت ايه اللي انت بتعمليه دون يا بنت؟ ما يصحش اللي انت بتعمليه، ما تبصيش عليهم. انت ليه يا فوقش ما سبتنيش اخش اتفرج؟ تتفرجي على ايه يا بنت؟ هتجنني، ما تقوليش الكلام دون قدام الولا حيكة. عيب. ايه اللي تتفرجي عليه يعني؟ ده سبق علمي يا فوقش وانا كنت عايزه اصوره. كمان تصوريه وتبعتيه بقى لصاحباتك البنات بالبلوتوث، والبنت الغلبانه اللي جوه ديت تبقى فضحتها بجلاجل. لا مش هينفع، دي مشاهد محرمه دوليا. مشاهد ايه بس يا فوقش؟ المشاهد دي عادي يعني، بتيجي في عالم الحيوان وبنتفرج كلنا عليها على التلفزيون، انا وبابي ومامي وكلنا عادي. عادي؟ انت وبابي ومامي عادي؟ استغفرك ربي واتوب اليه. الكلام دوت كان زمان يا انست، كان زمان ايام الاستاذ سلطان، لكن دلوقتي الرقابه بتعترض على الحاجات دي في عالم الحيوان، بيوافقوا عليها بس في الفيديو كلوب. لا لا يا فوقش، لا حياء في العلم. هي دي بقى، هي الجمله دي بقى اللي جابتنا ورا. لا حياء في العلم، لا حياء في العلم، لغايه ما بقى لا حياء في اي حاجه خالص. الناس بقت بتتكلم في الاشياء دي ليلا جهارا. خلاص يا فوقش، الحاجات اللي انت شايفها عيب انا مش هعملها. ولا انا. لا انت عاملها عادل. يا فوقش الموضوع طول قوي، انا خايف حد يصحى وياخد باله. يا صنقر الكلب، انت طولت دراعي الله يخرب بيتك. في ايه يا في ايه؟ ما تسيبهم ياخدوا وقتهم عشان نبقى متأكدين من العملية وما نحتاجش لزيارة تانية. ايه ده؟ دكتور. خير يا دكتور؟ كل شيء تمام. حمادة فلافيلو كده. مبروك يا جماعة. عملية التزاوج خلاص حصلت.